أي نعم يا جماعة، احنا خسرنا من صن داونز صحيح، وكانت فضيحة، وما يصحش إن الأهلي يخسر الخسارة التقيلة ديت من أي فريق في أفريقيا. لكن برضه ده مش مبرر إن إخواتنا الزملكاوية يزيطوا في الزيطة كده ويشتغلوا تحفيل عمال على بطال. يا ابني أنت آخر حد ممكن يحفل علينا يا حبيبي. أنت بقالك 20 سنة ما خدتش أفريقيا. أنتوا آخر مرة خدتوا أفريقيا ما كانوش لسه اخترعوا الطيارات أصلا، كنتوا راجعين من هناك راكبين جمال، وأنتوا جايين البعثة بتاعتكم من هناك. جاي تحفل عليا أنا وأنا آخر 3 سنين واخد 2 أفريقيا و2 سوبر أفريقي. عيب عليك يا حبيبي، أنت بقالك سنتين بتخرج من دور المجموعات حصالة. حصلة المجموعة، يا ريتك بتطلع حتى مركز تالت ولا حاجة، بتطلع حصلة المجموعة كل سنة. واحد بقاله 3 سنين في النهائي، وواحد بقاله 3 سنين بيطلع من دور مجموعات، وجاي تحفل عليا بتاع إيه؟ أنت خسران قبل كده 5 من نجم، وخسران قبل كده 5 من الوداد، وخسران 5 من الأهلي، وخسران 5 من عشان توكوتوكو، وجاي تحفل علينا إن أنا خسران من صن داونز 5-2. أنا لسه غالبك 3-0، والسنة اللي فاتت غالبك 5-3. ولا أنت نسيت؟ أنت آخر حد ممكن يحفل علينا. شوف أنت فين وإحنا فين يا حبيبي. أنا 10 دوري أبطال وأنت 5 بس. أنا رحت كأس عالم 8 مرات، أنت ما رحتش خالص ولا شفتها. خدت 3 برونزات كأس عالم وأنت ما خدتهمش. أنا في المركز ال11 في الترتيب العالمي، وأنت في المركز ال53. عيب أوي لما تحفل عليا. يعني شوف نفسك الأول وصلت لفين وإحنا وصلنا لفين. مش معنى إن إحنا خسرنا كل الفرق بتخسر، مفيش فرقة بتوصل للنهاية كل سنة. عادي ممكن تطلع مرة من دور مجموعات، مرة من ربع نهائي، مرة من نص نهائي. بس قبل ما تحفل الأول شوف أنت وصلت مكانتك فين وأنا مكانتي فين. أنا عندك كام بطولة وأنا عندي كام بطولة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأفريقي أو المستوى الدولي. الفرق بيننا شاسع أوي. عيب أوي يا جماعة اللي أنتوا بتعملوه ده. بصوا نفسكم الأول، بصوا في فرقتك، ركز في فرقتك.